أمريكا دخلت الحرب رسميا في سوريا النهاردة، شنت غارات جوية مكثفة على الحدود العراقية السورية بسبب أن قوات الحشد الشعبي العراقية أعلنت دعمها للنظام السوري، وأنها تبعت قوات بالآلافات لمساندة الجيش السوري ضد المعارضة السورية. وفعلا حشدت قوات كبيرة على الحدود مع سوريا، وكانت لسه المفروض انها هتبدأ تدخل الأراضي السورية، لكن أمريكا شنت غارات جوية عنيفة على القوات دي ودمرت وقتلت منهم كتير جدا في غارات جوية مكثفة النهاردة، لتعلن أمريكا دخولها الحرب ضد النظام السوري من النهاردة. وده دعم واضح وصريح لقوات المعارضة اللي حركتها أمريكا وبدأت في حمايتها، ولسه الحرب هتتطور أكتر ودي البداية بس. الدول العربية كلها بما فيهم مصر أعلنت تأييدها للنظام السوري والجيش السوري والدولة السورية، بغض النظر عن بشار الأسد نتفق عليه أو ما نتفقش، لكن الدول العربية بتدعم الدولة السورية لحفظ أراضيها ووحدة أراضيها. لكن الموقف بالنسبة للدول العربية إذا كانت هتتدخل بشكل ودعم عسكري أو أي شيء، فأنت قدام خيارين كلاهما مر. إنك لو هتدعم الجيش السوري بقيادة بشار الأسد فأنت كده هتقف ضد أمريكا وحلفائها، ولو هتدعم القوات المعارضة ضد بشار الأسد فأنت هتقف قدام روسيا وحلفائها. والدول العربية بما فيهم مصر ليهم علاقات مهمة جدا واستراتيجية جدا بالطرفين، فاحنا بالتالي من الواضح كده في الصورة ان احنا هنكتفي بالتأييد اللي هو الكلام، احنا بنأيد وخلاص يعني، لكن مش هيبقى في دعم عربي بسلاح او بغيره ضد اي طرف من الاتنين، وهنقف برضو موقف المتفرج العادي جدا زي اللي احنا بنمارسه بقالنا كتير وسنين يعني.